كيف للعبد أن يحقق الخشوع في الصلاة؟ هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة. قد أفلح المؤمنون، صارت لها الإيمان وصار لهم الصفة أن جاء بالاسم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجاء أيضا هنا باب الصفة بمعنى أن الخشوع صار لهم صفة لازمة. لكن مش حقهم هذه المسألة هذه خدمة تمارة. أما تحقيق الخشوع هذا تجربة وجدانية خاصة. وخا نجيب لك أنايا موديل في 45 ساعة ونبقى نشرح لك شنو هو الخشوع وطلع بالخشوع وبط بالخشوع، غنكون بحال داك اللي جاب واحد القرعة العسل وتيديرها كيوصف لك كيقول لك فيه واحد بحال القرصة فهمتي، واخا لقى ديال القرعة كلها وانت واش عرفتي شنو هو العسل؟ غتعرف شنو هو النظر، يقول لك كاينه فيه واحد اللسعة، كاينه فيه كذا، كتسب واحد الحلاوة، كيدير لك واحد الشحة من وراه كدير، هادشي كله نظري. لكن انت غتعرف شنو هو العسل على حقيقته. يقول لي بلاتي اخو الله يرضي عليك هذه القرعة صافي سالات الهضره بلا ما تبقى تكثر معايا الهضره. كذلك الخشوع. ثم الخشوع ماشي بالضروره هو انك تجلس كتنحط وكتنخصص بالبكاء. الخشوع راه ما متلازمش بالضروره مع الدموع. يقدر يجيو شي بركه ديال الدموع لكن هذا ليس ملزما. الخشوع راه هو ديك السكينه اللي كتحس براسك ما باغيش تركع من اللذه التي وجدتها في القيام، او لا ما باغيش ترفع من اللذه التي وجدتها في الركوع، او لا ما باغيش تجلس من اللذه التي وجدتها في السجود. وملي كتوصل للتشهد وكتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه الابراهيميه وتتخير من الدعاء ما يعجبك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، كتحس براسك ما ساخيش، ما باغيش تسلم. او لا حتى الا سلمتي من الفريضه كتلقى راسك ما مشتاق نايض باغي عاوتاني شي وقفه اخرى بين يدي الله عز وجل. هذا هو تحقيق كمال الخشوع. ما تسناش انك من الدقه الاولى غتجيب هذه اللقطه هذه راه من الطرف حتى للطرف كلنا باقيين مضاربين معاه وغنبقاو مضاربين معاه الى ان نلقى الله عز وجل. والخشوع هو جزء من الجنه يعيشه الانسان في الدنيا. ملي كتبدا تستمتع بالخشوع بحال سيدي ربي كيقول لك وانا ذوقتك من شي حاجه الجنه، فإلا بغيتي تدخل الجنه بصح عري على كتافك ورينا اش كتسوى. هذا هو حقيقه الخشوع. تخشع بين يدي الله محبه وخشيه وطمعا في رحمته وخوفا من عذاب، كل شيء هذا الشيء مجموع. داكشي الفاتحه كديماري بها هي الاولى في الصلاه، الحمد لله رب العالمين المحبه، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، وكتجمع العبادات القلبيه امهات العبادات القلبيه كتجمعها بثلاثه في الاول. ثم تلتزم العباده بينك وبين ربك، كونطرا هذا عقد كتسني مع الله، اياك نعبد واياك نستعين، ومن التزم شيئا لزمه. صافي تعاقدتي مع الله عز وجل انك تعبده وتستعين به. فملي انت فرشتي هذه الله عز وجل كيقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أفضل ما تسأله اهدنا الصراط المستقيم. ماشي أي صراط، تجربة دوزوها ناس. المقولة ديال الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال راه ليست على إطلاقها. في بعض الأحيان تحتاج لأن تعرف الحق بالرجال، في بعض الأحيان تحتاج لأن تعرف الحق بالرجال. أكبر دليل هو هذه الآية هذه، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الحق. طيب كيف أعرفه؟ بتجربة أناس قد سبقوك لهذا الخير، صراط الذين أنعمت عليهم. وإياك أن تقع فيما وقع فيه من ضل الطريق، تجربة بشرية أخرى لكن في الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تتعرف على الحق فتبدأ تقيس عليه الرجال، فتعرف بعد ذلك الرجال بالحق.